درجة شديدة جدا جدا جدا. أستاذ خالد صاحب تفسير القرآن بالقرآن معمول بفهرس بتنزيل بترتيب النزول، وهو أنكر الكلام ده. أستاذ خالد من أكثر الناس اللي بيسافروا إيران. نعم. ويقسم بالله العظيم على إنه لم يسافر إيران. الحمد لله وشرف لي، الحمد لله. أنا أعلمه لا أدعيه. طب أستاذ رضوان، هو ما بينكرش السفر إلى إيران، والسفر إلى إيران ليس تهمة يعني. على لا مش تهمه، بس علشان خاطر عدم الاستاذ سيد يقول لك ان انا ما اعرفش حد. ما هي مش ايطاليا برضه. الاستاذ سيد مفتاح حامد، الاستاذ سيد مفتاح حامد المحامي اللي لسه معروف في الاوساط الشيعيه من فتره صغيره جدا. بسال الاستاذ سيد سؤال بسيط جدا وسهل جدا. العقارات اللي حضرتك بتتاجر فيها يا استاذ سيد بفلوس مين؟ الاراضي والشقق والعمارات والحاجات اللي انت بتتاجر فيها بفلوس مين؟ هل بفلوس المصريين؟ بنك التسليف اللي حضرتك عامله اللي انت بتدي 80% من قيمه ارض، ممكن تديني 80% من قيمه الارض وتخصم مني 20%، ده من فلوس مين؟ هل مستثمرين اجانب؟ واذا كانت من مستثمرين اجانب. استاذ رضوان، علي صوتك شويه. انت عاوز تتهم الاستاذ سيد انه بيعمل باموال شيعيه ايرانيه يعني؟ من اكثر الناس يا استاذ خالد اللي بيعمل باموال مشبوهه، بيعمل في عمليه غسيل اموال. الحمد لله ان ربنا بيكشف لي ان انتم كاذبون كاذبون كاذبون، لانك مش في المخابرات يعني. امال امن الدوله فين لما الوضع كده؟ وانت بتعمل فين في ايطاليا؟ بتحج؟ الشركه الفاطميه يا استاذ سيد، تقدر تقول لي مين اللي بيديرها؟ انا اللي بديرها. خلاص انت اللي بتديرها. مش بكدبه، لان فين دي الاموال اللي بتيجي من بره؟ فين ده مكتب تسويق عقار؟ هو قاعد في وسط ناس ما يقولوش الا بوركا مازيريا بوركا مادونا. هو عارف يعني ايه بوركا مازيريا بوركا مادونا؟ اساله. لا ولا يهمه حاجه ولا كان سمع حاجه. بفلوس مين يا استاذ سيد؟ بفلوس مين؟ هو التسويق يبدو ان انت جاهل في هذه الامور، لان التسويق لا يحتاج فلوس. التسويق يعني واحد زي حضرتك كده عايز يبيع عقار، بيقول عايز ابيعه. طيب استاذ رضوان، عايز تقول ايه؟ نتكلم بس بوضوح شويه عشان الراجل يجاوبك يعني. بوضوح شويه يا استاذ. الفلوس اللي تحت يد الاستاذ سيد والبنك اللي عامله وبيسلم بنسبه 80% من قيمه الارض، بفلوس مين؟ مستثمرين اجانب؟ امال بفلوس مين؟ قول لي يا استاذ رضوان نسمعه بس. وسع شويه يا استاذ. بفلوس مين؟ عايز اعرف بس يعني. انا بوجه سؤال للاستاذ سيد، بفلوس ناس اجانب مستثمرين اجانب. تقدر تقول لنا مين المستثمرين الاجانب اللي حضرتك بتوظف لهم فلوسهم في مصر وبتعطي قروض للناس وبترهن ارضهم؟ طب انا على الهوا بقول لك، لو جبت لي واحد انا سيد مفتاح حامد وبقول اسمي، لو في واحد في مصر كلها انا جبت له قرض يطلع على الهوا دلوقتي يقول لي انت كذاب، انت جبت لي قرض. واديني بقول لك على الهوا عشان تعرف ان انت بني ادم كذاب. ممتاز يا استاذ سيد. طيب يا استاذ، انا على الهوا اهو، وقول وخلي واحد مصري يطلع دلوقتي يقول لي سيد مفتاح. طيب ما انا عايز ادخل يا استاذ رضوان. شغل اتهامات وعماله وتخوين يرفع قضيه قدام القضاء. انت عايز ايه علاقه ده؟ ايه علاقه ده بفكره التمويل التي توجه الى الشيعه في مصر؟ فكره التمويل اللي بتوجه للشيعه في مصر، فلوس الشيعه بتستثمر في مصر يا استاذ خالد، بتستثمر في مصر يا استاذ وائل. الاستاذ سيد عامل اعلانات على الانترنت ومعروفه، واقدر اديك رقم تليفون حضرتك. انا اتصلت بالاستاذ سيد وحددت له ان عندي قطعه ارض، قال لي هيديني منها 80% من قيمتها 80%. الفلوس دي بتاعت مين؟ بس انا عايز اعرف. هيئه تمويل. هو حر عنده فلوس ولا ما عندوش فلوس؟ طب وبتاخد 80% يا استاذ وائل؟ هي الفلوس تهمه. الموضوع باختصار. الموضوع ده الوقت. المشكله ان هو بينكر كلامه كل شويه. يعني المشكله ان هو بينكر كلامه. لا هو التهمه هنا انه عايز يقول لك يعني الاستاذ سيد غطاء لاموال شيعيه ايرانيه تاتي من الخارج. هو من شويه بيقول هات لي واحد قال انا عقارات، لا هات واحد خد قرض، وبعد من شويه وبعديها بشويه انا قاعد يقول لك ايوه انا عارف. طب انت بتقر بالمساله، انت يعني بتخالف بمعنى نفسك في المساله. انت يعني احنا جايين تحاسبونا على اموالنا؟ احنا لو جبت عربيه بقيت متهم. انا ما بحاسبك على اموالك، ده عامل شركه اسمها الفاطميه. بنتكلم عن الشيعه السنه والموضوع مش عاجبك. حرام لما انا اخد منك قرض مثلا وليكن هات لي مصري. انا بقول لك على الهوا هات لي واحد مصري وتاخدهم مني مليون. تمام. ال 800000 اللي جابهم منين؟ طب ما تجيب واحد يقول خد. انا ممكن اديه للناس. طب استاذ رضوان بس علي صوتك عشان مش سامعك. طيب انا صوتي على الاخير. انا اقدر اديك اعلان الاستاذ سيد عامله على الانترنت. عامل اعلان الاستاذ سيد عامله على الانترنت بيقول الاتي: اذا كان لديك ارضا لا تستطيع بنائها، ليه تعرضها مشاركه مع الغير او تبيعها؟ نعطيك قرض بضمان الارض بمميزات هائله، وهي
يا عم هو حر ياكل مقيم الارض ايه علاقه ده بقضيه بما الشيعة؟ يعادل 80% من ثمنها. 2 مدة القرض 15 سنة، أول سنة سماح. 3 ناخذ منك فائدة 20% فقط لمرة واحدة للاستعلام. موبايل 014 ممكن نكمله يا أستاذ سيد. تقدر تقول لي الفلوس دي بتاعت مستثمرين أجانب؟ صحيح. مين هم؟ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على الجهات الامنيه ان تبين الكلام ده صح ولا لا. يا عم ربنا واضح اللي بيبلغ كلام يبقى فاسق. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انت اللي لسه بتقول انت شركه في الموضوع مهم. مشينا في الموضوع مهم يا استاذ وائل، ده احنا جايين. طيب استاذ رضوان، ايه علاقه ده بالشيعة في مصر؟ علاقة ده بالشيعة في مصر يا أستاذ وائل، الشيعة في مصر بيمدون بأموال رهيبة من إيران. صح. بيمدون بأموال رهيبة من إيران. بتيجي على بعض الأشخاص الموجودين في مصر زي الأستاذ سيد حامد، سيد مفتاح، اللي بيوظفوهم الأموال دي من أجل غسلها ومن أجل الصرف بيها. الأستاذ خالد اللي كان شغال في موضوع الكتب قبل كده لما حصل مشاكل بينه وبين محمد سليمان واختلفوا على موضوع الكتب اللي بيوزعها، اللي كان انتم مجمعين معلومات عن محمد الناس سليمان بتاع امبابه وهو يعرفه. ايوه اللي اختلفوا فيها محمد سليمان واخذها عندنا معلومات مش موجوده عندهم. الفرارجه دي تهمه عندك؟ لا انا ما بتكلم. انت قلت له عندك فلوس دي تهمه، طب القران ده تهمه؟ انا بعرفك. لا انا ما بقصد ان هو شغلته طيب فرارجي استاذ رضوان خلينا اساله بس. ما انت بتقولي الفرارجي خلينا اسال استاذ خالد لو تعرف ولا سمحت. التعريف يعني راجل سافل معفن. لا حاشا انت لله. موهت بهذا حاشا لله. لا ما طيب تدخل. أستاذ حاشا وائل، لله. عندي مدال، عندي بعض الاشياء بس لو تسمح. طب اتفضل عشان يجاوبوا بس، اتفضل. تمام. وكالة شيعة نيوز الإخبارية الإيرانية قالت إن إيران رفضت 1,350 مليون جنيه مصري للعام الهجري 1428 بزيادة قدرها 639% عن العام السابق ل 1427. ليه؟ لتبليغ المد الشيعي في العالم وإرسال المبلغين وقيام الفعاليات المذهبية في الدول. طب خلينا بس على ايران من هذا استاذ سيد بس انا اقول لك ملخص كلامه بشكل عام. يعني هو عايز يقول لك ان انت غطاء لاموال شيعيه تاتي من الخارج، بتشتري اراضي وعقارات الوهابيه لهم نسبه 15 ل 25% من كل وزاره من وزارات مصر، من اول وزاره الدفاع لغايه السياحه. مالناش دعوه. انا بتكلم فيما يخصني الموضوع ده بالاخر. ده واحد خبير متمن جه، انا مش عندي مكتب لان المحامي لا يجوز لي ان هو يفتح مكتب. اسمه يا استاذ سيد. لا انت مش مكلف تدافع عن نفسك. لا بس اوضحها له، بس انا اوضحها له عشان اعرفهم ان هم تعمدوا ويعني اتخلطوا كده بالكده. دي حقائق. في فرق ما بين تعمد وفي فرق ان انت تعرف حقائق. فهمنا يا زويل؟ فالقصه وكل ما فيها ان ده راجل خبير متمن قال احنا عندنا هيئه تمويليه اجنبيه بتدي قروض بالوضع ده. قلت له الوضع ده ضعيف جدا. الله اكبر. قال لي حط اعلانات، ولو جبت حد احنا موجود الكلام ده. اتحطت اعلانات في المكتب الذي لا املكه لانه مش باسمي. انا كنت ممكن انفي لك، هو الحقيقه المكتب مش باسمي، استخدموا الايميل، حطوا الاعلانات ماشي، لكن الواقع نفسها كانت موجوده ككلام. هيئه اجنبيه، وطبعا لم يفصح لان هو بياخد عموله في النص او سمسار في النص، فمش هيقول لك الموضوع عند استاذ وليد عشان انت ما تروحلوش. حطينا الاعلانات وفي 3 4 جابوا ورق، الكلام ده بقاله اسبوعين بس. 3 4 جابوا ورق ووديناه، لا في هيئه تمويليه ولا حد خد قروض ولا في صحه للكلام. مش صحيح. فين الفلوس اللي جايه يا ابني يا حبيبي؟ الكلام صحيح. الكلام كده. الكلام كده. دلوقتي لما انت شفت هيئه فلوس تمويليه، انت شفت عايز تقنع الناس زي المتفرجين ازاي؟ يا عم جالك فلوس، هيئه تمويليه وما اعرفش اسمها. يا عم جالك فلوس، هو انا كاتب جبت فلوس. استنى، هو كاتب في واحد خد قرض. انا ما قلت كافر، انا ما قلت كافر، انا ما طعن في مصر، حط قنبله عند التحرير، انا ما قلت ولا فجر فندق هناك في سيناء. عايزين نفهم الموضوع، ايه الجريمه اللي بتتهم بيها؟ اول الكلام جريمه القران عندي وجريمه الراجل ده جاله فلوس. أن المتشيعين في مصر يتلقون أموال من خارج. واسأل أستاذ خالد، واسأل أستاذ محمد سليمان اللي أنا قلت عليه الفراجي، وأنا ما أقصد المهنة أنها غير شريفة والعياذ بالله. أنا أقول إن هو عشان أعرفه إن أنا عارف محمد سليمان. محمد سليمان كانت تأتيه رجل أمن كده، الكلام ده موجود في ملفات ما حدش يعرفه. ثواني أنت رجل أمن على فكرة. راجل أمن إيه؟ شكلك رجل أمن كده. أمن إيه؟ الكلام ده في ملفات ما حدش يعرفه. ملفات إيه اللي رجل أمن؟ إحنا عارفين كل حاجة عنكم. يعني أنتوا ليكوا جهاز استخبارات ولا جهاز استخبارات، يعني ليكوا جهاز استخبارات أقوى من الدولة. ده مش موجود إلا في الملفات الامنيه. من واضح انتوا بتجمعوا معلومات ولا والله ولا ملفات امنيه ولا اي حاجه. هتجيب لي الكلام ده منين؟ ولا ملفات امنيه ولا اي حاجه. من شيعه شبهكم، من شيعه كلها عرفت التنظيم الشيعي اللي طلع عليه منين؟ من موقع المصريون الالكتروني الامني.
مصر كلها عرفت ان الناس اتحولت نيابه وتحقق معاهم منين؟ من موقع المصريون. حد عرف في مصر الا موقع المصريون؟ احنا بقينا ندور طب فين الناس اللي طبعا دي مش لاقيينها؟ طب موقع المصريين ده يعني مخوين جن في امن الدوله بتديهم المعلومات؟ لا. هو عليه قصه معروفه، المصادر اللي جابها علاقه معروفه. بص طيب حضرتك، انا عايز بس حضرتك انا عايزه بس ينكر الكلام اللي انا هقوله، اللي هو ايه كده؟ اللي هو محمد سليمان اللي هو عارفه، واللي بيقول لك ده موجود في ملفات. مش بننكر حاجه. محمد سليمان هو واستاذ خالد ماله؟ الاثنين أنا بيجي لهم بني آدم. تمويل من ايران عن طريق ايه؟ عن طريق لسه جاي هو بس تمويل؟ تمويل من ايران عن طريق يا ريت غير يا أخويا مباشر. والله. ايه هو الطريق غير هو مش مباشر؟ لاقي ياكل. ان هي كتب استنى بس حضرتك، ان هي كتب بتيجي على اساس انها توزع مجانا، كتب لا يا شيعيه حبيبي، لا. ايرانيه لا، أنا توزع وضحت. مجانا، لا يا حبيبي. وبتيجي المفروض تيجي على معرض الكتاب وتحط في معرض الكتاب، الاستاذ بياخدها والاستاذ محمد سليمان بياخدها وبيبيعوها. امتى الكلام ده طيب؟ اسال الملفات الامنيه، بس انت بتقول لي ملفات امنيه. لا ده انت واضح انك راجل كبير قوي، مش سهل كمان. لا اله الا الله. مش سهل. طيب